السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. توقف جزار يروج لحوما فاسدة بإقليم الدريوش قبل قليل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، فضح ترويج لحوم حمراء وأحشاء بأسعار زهيدة جدا مخططات جزار بإقليم الدريوش اختار تخفيض أثمنة البيع بشكل مغري لاستقطاب الزبائن من مختلف المناطق والمدن المجاورة وتسهيل ترويج منتوجات فاسدة سعيا لتحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المستهلكين. وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فإن حجز البضاعة غير الصالحة للاستهلاك تم بعد ضبط جزار يشتبه في حيازته لحوما فاسدة حمراء بمحل للجزارة كانت مخزنة في وضعية غير ملائمة ولونها يميل إلى الأزرق، ما يؤكد تعفنها إضافة إلى رائحتها الكريهة. وأضافت المصادر ذاتها أن اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأكباش وقوائم الأبقار التي تم حجزها بمحل الجزارة كانت معدة للتسويق والاستهلاك، إذ عوض إتلافها بطريقة قانونية فضل صاحبها ترويجها للزبائن بأثمنة تفضيلية طمعا في تحقيق أرباح خيالية دون اكتراث بعواقب تناولها على صحة وحياة مستهلكيها. وتم افتتاح الأنشطة الإجرامية للجزار إثر قيام لجنة مختلطة تتكون من عناصر السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أونصا والقوات المساعدة بحملة تفتيش بمحل الجزار المشتبه فيه، إثر تفاعل السلطات مع معطيات تفيد ترويج لحوم فاسدة باتباع مخطط عرضها بأسعار مخفضة جدا، بعد أن تحول المحل التجاري إلى قبلة يقصدها الزبائن من مختلف مناطق الدريوش وباقي المدن المجاورة بما فيها الناظور والدريوش وأحفير، إثر إثارة البوز بالجهة الشرقية. وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات مهمة من اللحوم الفاسدة الموجهة للتسويق بمحل الجزارة، إذ تم حجز أصناف متعددة من سلعة المحظورة بما فيها اللحم المفروم الكفتة، وهي المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المستهلكين.